مدرستنا كفر بيت الحارون بعد الترحيب بمديرنا الفاضل وزملائي اعضاء هيئه التدريس واعزائي الطلبه والطالبات في مدرستنا كفر بيت الحارون هنعمل مع بعض ندوه عن تحت عنوان حقوق الانسان والطفل في مصر. طبعا اعزائي الطلبه والطالبات عارفين ان الدستور المصري راعي الحقوق الانسانيه. هنتكلم بنبذه مختصره عن حقوق الانسان عامه وحقوق الطفل اللي هي خاصه بكم. وبالنسبه لكم في دستور عام 2014 ينص على مادتين، ماده 80 الخاصه بالطفل السليم والماده 81 ذوي الاحتياجات الخاصه. المادتين دول مهمين جدا كتعرفهم كحقوق الطفل. يبقى احنا كطلبه كده نركز على المادتين في دستورنا 2014. الماده 80 الخاصه بحق في الاسم، الحق في الصحه، الحق في التعليم، الحق في الرعايه الانسانيه. يبقى دي الماده رقم 80. الماده 81 الدستور المصري اضافها لاصحاب الهمم وليسوا ذوي الاعاقه، لان كلمه ذوي الاعاقه دي بنقول عليهم ذوي الهمم. ماشي؟ تمام. الماده 81 نصت على حمايه حقوق الطفل ذوي الهمم. يبقى احنا كده عرفنا مادتين. نيجي بقى على الدستور المصري عام 2014 راعي الحقوق الانسان. طبعا حقوق الانسان متعدده ومتشعبه، الحق في الصحه، الحق في التعليم، الحق في الرعايه، الحق في الرياضه وممارسه الرياضه، الحق في ممارسه العبادات المختلفه، عدم الحق في حمايه الاديان السماويه ورعايه حقوق الاقليات وحب الوطنيه. كل دي الدستور المصري نص عليه من ايام الزعيم الراحل سعد زغلول. وضع دستور عام 1923. الدستور ده يعتبر المرجعيه الاساسيه في حمايه وحقوق الانسان. يبقى اولا تاريخنا يشهد منذ القدم بالحفاظ على حقوق الانسان، فنحن بلد سلام نرعى جميع الحقوق. يبقى اتفقنا تلاميذي اعزائي الطلبه والطالبات ان الدستور المصري راعي الحقوق الانسانيه، فالحقوق متنوعه، الحق في الصحه، في التعليم، في ممارسه العبادات وغيرها من الحقوق الانسانيه. وعرفنا ان الدستور ده عملوا كوكبه من زعماء الوطنيين الذين يتصفون بالوطنيه وحب الوطن من ايام الزعيم الراحل سعد زغلول مرورا بزعماء الوطن. يبقى اذا حقوق الانسان هي حقوق الصحه